المشكله اللي هكلمكم عنها النهارده منتشره بشكل كبير قوي، وتقريبا كلنا بنعاني منها، وهي مشكله ارتجاع المريء وخصوصا في رمضان. وصلنا للحلقه السابعه من سلسله رمضان متوازن. ناس كتير قوي بتعاني من ارتجاع المريء وما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي او يتجنبوا المشكله دي من الاساس ازاي. غالبا بيكون ارتجاع المريء عرض مش مرض، يعني بيكون في سبب رئيسي هو اللي بيؤدي لارتجاع المريء. على راس الاسباب دي طبعا القولون العصبي، جرثومه المعده بتؤدي الى ارتجاع المريء، القولون العصبي بيؤدي الى ارتجاع المريء، لو في التهاب في جدار المعده بيحصل ارتجاع مريء، ولو انت تحت ضغط نفسي وعصبي ومتوتر لفتره طويله فغالبا انت دلوقتي بتعاني من ارتجاع المريء. كمان لو بتنام مباشره بعد الاكل، او لو في خلل في الصمام اللي موجود ما بين المريء والمعده اللي بنقول عليه اللور اوسيفيجال سفينكتر. المفروض الصمام ده بيقفل بعد ما الاكل بيعدي من المريء للمعده. في حاله بقى ارتجاع المريء الاكل بيرجع تاني من المعده للمريء، بس مش بيطلع لوحده، بيطلع ومعاه حمض المعده، وده طبعا السبب في احساس الحرقان اللي بيحصل بسبب ارتجاع المريء. ارتجاع المريء من المشاكل الصحيه الخطيره اللي لازم نرجع فيها لدكتور متخصص يكتب لنا على العلاج المناسب. طبعا في حلول مؤقته نقدر ان احنا نعملها عشان نسيطر على الاعراض شويه، يعني مثلا ما تاكلش وتروح تنام على طول، نهتم طبعا بشرب الميه عشان نهدي من احساس الحرقان شويه، هنمنع اي حاجه بتتعب المعده سواء كان مقليات، بهارات حاره، دهون مشبعه، مشروبات غازيه، المشروبات الغنيه بالكافيين زي الشاي والقهوه، الحمضيات، الاكل المسبك، الحاجات دي كلها بتهيج المعده فنقللها على قد ما نقدر. ممنوع انك تنام بعد الاكل مباشره، نستنى ساعتين على الاقل، ولما تيجي تنام ارفع مستوى المخده. وطبعا ممكن تحتاج علاج للحموضه، بس زي ما قلنا ما تاخدش اي علاج من نفسك، والافضل انك تروح لدكتور متخصص عشان يحدد لك العلاج المناسب لحالتك بالجرعه المناسبه. ولو انت بتدخن وقف تدخين، ولو بتعاني من السمنه حاول انك تخس. وخليك عارف ان المشاكل الصحيه كتير قوي بتتحل اول ما بتفقد الوزن الزياده. خلي بالك بلاش هدوم ضيقه عشان بتضغط على المعده وبتخلي الاكل يرجع تاني. في مشروبات اعشاب بتهدي المعده زي اليانسون والبابون، وزي ما قلنا كلها حلول مؤقته، فلازم نشوف السبب الرئيسي ونشتغل عليه. ودي نهايه الحلقه السابعه من سلسله رمضان متوازن. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم فيها عن صيام الاطفال. اشوفكم على خير وباي باي.